بسم الله الرحمن الرحيم يا رجاله. كده معانا في فيديو النهارده هنفتح على باكج نجوم الاسبوع واللعيبه كده اللي هتطلع لنا، طبعا هنجربها في الخطه بتاعتنا في الديفيجن. طبعا احنا النهارده نازل معانا باكجات كتير جدا، زي مثلا كده باكج سواريز البيك تايم، عندك برده كده باكجات لعقود الترشيح، ده غير طبعا كده باكج يوهان كرويف الدبل بوستر 500 كوين. كل ده طبعا هنجربه بس مش في فيديو واحد، هيبقى طويل جدا اكيد. ففي فيديو النهارده كده هنجرب نجوم الاسبوع اللي هتطلع معانا الفتحه المجانيه، وهنفتح برده كده فتحتين ب 100 كوين. اللعيبه الكويسه اللي هتطلع معانا من الباك ده طبعا كده هنحطها معانا في تشكيلتنا ونجربها في الديفيجن. وبالنسبه طبعا الباكه بتاعت سواريز دي هيبقى ليها فيديو لوحده، وطبعا كده هيبقى في فيديو تاني برضه لوحده تجربه للوهان كرويف كام. طيب احنا معانا النهارده كده في نجوم الاسبوع معانا فان دايك بيوصل 96، وكامافينجا ودي بروين ولياو بيوصلوا 95، والباقي 94 و93. يا عم انا مش طماع، انا عايز اي لاعب من الاربعه دول، واحد بس. معايا ثلاث فتحات، عايز واحد بس من الاربعه دول على الاقل نعرف نعمل فيديو تجربه كويسه. انا الصراحه نفسي في مين؟ نفسي في رافائيل لياو. يعني دي بروين وكامافينجا وفان دايك جربتهم قبل كده، رافائيل لياو عمري ما جربته في اي نسخه من نسخ بيس. فاحنا معانا كده اول حاجه الفتحه المجانيه، هنوديها ونقول بسم الله، وان شاء الله كده من اول فتحه يطلع لنا لاعب رايق. طيب من بعيد كده هنقول لابس ايه؟ لابس اسود ايطالي. مين؟ ارناتوفيتش. ماشي، هو ده بيوصل 93 بس هو مهاجم كويس، ممكن برضو نجربه النهارده، هنشوف كده تجربه. طيب طبعًا إحنا من ال4 رجالة اللي طلعوا لنا كده من باكج نجوم أسبوع، هنجرّب بس كامافينجا، هو بيوصل معانا في التشكيل ريت 100، وأرناتوفيتش بيوصل 96 بس هنجرّبه. غير كده الاتنين التانيين يعني دينيس زكريا والحاج ديوف ده لأ انسى، مش هاجرّب حد فيهم. يعني زكريا ده بيوصل في التشكيل أصلًا تقريبًا 97، بُص أرقامه الدفاعية عاملة إزاي، ما فيش حاجة كسرت 90 أصلًا، فهتبقى مخاطرة كبيرة أوي الصراحة لو لعبته، وكمان بيلعب box to box DMF يعني عك بجد. فإحنا هيبقى معانا كده في الفيديو ده تجربة أرناتوفيتش وكامافينجا. طبعًا إحنا هنا كده في division 4 لأن الdivision أصلًا لسه بادئ، وطبعًا هنا كده بقى في الcross platform أو الcross play، فأنا ممكن ألاعب واحد بيلعب PlayStation أو Xbox، لأن أنا أصلًا بالعب من على Steam، فممكن أقابل حد من منصات تانية، أو ممكن برضه أقابل حد من Steam عادي جدًا. بس دي كده حاجة حلوة، إن أنت هتلاقي كده التنافس أعلى بكتير. قبل كده كانوا كله Steam بس، دلوقتي كده في منافسين أعلى دخلوا معانا في اللعبة. طيب يا رجالة، أول ماتش معانا كده واحد درج division 4 بيلعب كده cross platform، مش فاهم الصراحة ده كده بيلعب Steam والّا PlayStation. بالنسبة لأسهم اللعيبة كده معظمها سهمهم أصفر، وفي منهم برضه كده سهمهم أخضر، أرناتوفيتش أصفر، كامافينجا أخضر. طيب إحنا هنبدأ الماتش كده بكامافينجا، وهنخلّي أرناتوفيتش بديل. طبعًا إحنا أول لمّا نخش الماتش هنقلبها sub tactic، هيبقى عندك كده كامافينجا بيلعب في المركز ده، وتعالَ برضه كده نخلّيه AMF، لأن هو نازل أصلًا النسخة دي creative playmaker وAMF. خلّينا كده نجرّبه في المركز ده، وهتبقى هي دي كده الخطة اللي هنبدأ بيها أول الماتش لمّا نخش. دي كده برضه خطة المعلم اللي قدامنا 5 3 2، 5 دفاع ووراهم دوناروما البيزك. نبدأ كده بواحدة بميسي بليدز من هنا، راحت عارضة، العارضة. طبعًا اللعبة ضافت معانا كده حوار اللي هو التمرير ده، بُص لمّا تباصي كده هتلاقي في مؤشر برضه ظهر معاك، بس أنا حاسّه أصلًا يعني يروش ما يساعدش. كامافينجا، كامافينجا معاه الdouble touch ما خدتش بالي، بس الbalance عنده حلو. كامافينجا ولد، روح كرويف، خُلِت، ودّي، ما ودّاش. كامافينجا رايق أوي، كامافينجا رايق. روما، روح ميسي، روح الأول. يا لهوي! ده كده دوناروما البيزك، ده البيزك بيصُد دي. رودري، ميسي، ودّي. يا لهوي! تاني عارضة دي في الماتش صح؟ تعالَ يا كامافينجا، الbalance عنده حلو أوي كامافينجا، أنا نسيت أبُص على أرقامه. طيب أنا ال30 دقيقة دول كلّهم تقريبًا عمّال باجرّب في كامافينجا ومش مركّز في الماتش خالص، عايزين على الأقل نضمن الماتش كده بجون والّا 2، بعد كده نجرّب كامافينجا براحتنا. خُلِت، خُلِت مين؟ كرويف، روما، ودّي. روما، ميسي، روما، خُلِت، ودّي الأول. إيه يا اسطى الشوطة دي يا اسطى؟ إيه يا اسطى ده؟ ولد شمايكل، ليو، روما، روح، كرويف والأول. عايزين بس نضمن الماتش عشان نجرّب كامافينجا براحتنا وندخّل برضه أرناتوفيتش. كاما، كرويف، خُلِت، روما، ميسي، روح روما، راح، خُلِت، والتاني ندخّل بقى أرناتوفيتش، ندخّل كده أرناتوفيتش بروقان. كمّل كامافينجا، كمّل، هاشوطها بكامافينجا، اضبط بس كده ودّي. وِحشة أوي، وِحشة أوي، ما فيش تسديدات في رجله خالص. طيب يا رجالة، إحنا دخّلنا كده أرناتوفيتش مكان رومانيجي، وهندخّل برضه كده لويس سواريز مكان كرويف. هيبقى معانا كده أحسن حاجة في أرناتوفيتش إن هو بأسلوب الdummy runner، يعني هو هيفضّي مساحات للمهاجم اللي جنبه، فإحنا معانا سواريز ده هيفضّي له مساحات. ليو، ما تروحش، روح أرناتو، سُرَهاتك، يا ابن اللعيب، يا نهار أبيض!
أنا بس عايز أفهم إيه الباص اللي رودري عمله ده. روح ليو، سواريز، بيلينجهام، يا ابن اللعيبة على وش الرجل، روح، روح، روح. بُص الشوطة دي، إيه ده، لأ، لأ، أنا عاملها موف أصلًا راحت، طب مصلحة، أنا كنت عاملها موف بلينجهام كده عليه واحدة اللي هي مش عارف اللي اسمها إيه، اللي هي من تحت لفوق كده الديبنج شوت والّا أنهي واحدة كنت عايزه يلعبها. طيب بما إننا كسبانين 3-0 والماتش بتاعنا، أنا عايز أجرّب أعمل حوار الoffside ده علشان برضه المفروض إن هو ليه animation جديد كده حوار الVAR وبتاع. روح كامافينجا، أنا عايز حد يبقى offside، أنا مش عايز أجيب أجوان خلاص كفاية أجوان كده، أنا بس عايز أشوف الanimation الجديد بتاع الoffside. ما هو كده كله قدّام، كده مش هتبقى offside. طيب أنا عرفت أجيب الoffside إزاي، روح كده يا سواريز عند الجون هناك. بالله عليك بقى سيب الكرة تتعاد، عايز أشوف الanimation الجديد بتاع الoffside. يا اسطى سيبها يا اسطى، يا اسطى سيبها خلاص هي ثانية وهتبان. راح ليو، بُص الوَس، بُص الوَس اللي هو لويس يعني سواريز، بُص بقى لويس سواريز. يا جدعان أنا مش عايز أجيب النسخة الbig time، النسخة دي أصلًا شغالة معايا بأسلوب فاجر، مش عايز الbig time. طيب يا رجالة كده أول ماتش خلص معانا 4-0. بالنسبة لكامافينجا في أول ماتش كده أنا شايفه رايق، لكن أرناتوفيتش كده على البايظ خالص، هو بس حتة إن هو dummy runner فهو بيفتح كده مساحات للمهاجم اللي جنبه فدي كويسة، إنما هو كمهاجم لاعب فاشل الصراحة. نخش كده على تاني ماتش على طول معانا برضه كده واحد division 4 كان قبل كده division 1 اسمه أيمن 3117 ريت. بالنسبة كده لأسهم اللعيبة معانا التشكيل نفسها أصفر وأخضر، وبره كده أرناتوفيتش وكامافينجا أزرق، حلو كده الأسهم رايقة. ندخل برضه كده كامافينجا مكان ديفيز، وهنقلب برضه الخطة سب تكتيك، هيبقى معانا كده كامافينجا AMF في المركز ده، وهندخل الشوط التاني كده برضه أرناتوفيتش مهاجم لو على حسب برضه النتيجة كام كام. بالنسبة لخطة المعلم اللي قدامنا خطة رايقة، بيلعب بديشامب 4-3-3. طيب بما إن اللعبة بقى بتتحدانا وقالت إن هي لغت جليتش السنترة، هنجرب الجليتش العادي بتاعنا. روح. قال لغت جليتش السنترة، قال لغت جليتش السنترة، لغيته عليا أنا، الجليتش ده ما بتلغيش رايق. جاب التعادل، هو الواد لعيب الصراحة، فرقته ضعيفة بس الواد لعيب. يا ولد يا رودري، يا ولد إيه العظمة دي يا رودري، مش كفاية غلطات بقى والّا إيه؟ كفاية غلطات؟ إيه يا اسطى الثرو ده يا اسطى؟ الواد لحد دلوقتي جايب الجونين الاتنين غلطات منّي أصلًا. ودّي ليو. 4-1 في أول شوط يا جدعان، 4-1 هي دي اللي قال لك كده إن حوار اللعبة غيّرت بقى الباصات بتاعتها وبتاع، وخلّت اللعيبة الضعيفة يبان عليها، ده بُص خُلِت مش عارف يعمل كورة صح. طيب إحنا عمومًا هنرجع، يعني إحنا في الشوط التاني ده هنرجع، الماتش ده هيخلص مثلًا 6-5 ليّا والّا حاجة. ودّي كرويف، بُص كرويف بيشوط إزاي، وعنده ستويتجكوف ونيمار بيشوطوا إزاي. طيب يا رجالة إحنا في الشوط التاني كده طلّعنا كامافينجا ودخّلنا أرناتوفيتش وسواريز وسانيه وبيلينجهام، هنا بقى نعرف إذا كان أسلوب أرناتوفيتش ده كويس والّا لأ، سواء هو فعلًا بيفضّي الدفاع والّا هو الدفاع الماتش اللي فات كان فاضي أصلًا. ولد سواريز، هو ده الجون اللي هنرجع بيه، هو ده، لسه معانا 10 دقايق. بس هو كده هيقعد يمسك الكورة ورا لحد ما ياخد الماتش أهو ده بقى اللعب المقرف. ماشي، ماشي يا أرناتوفيتش، بس خلاص فاضل دقيقة على الماتش مش هالحق أجيب الماتش. بُص بقى اللعب، بُص اللعب علشان آخر دقيقة في الماتش وعايز الماتش يخلص، خلص الماتش طبعًا هو شغال كلير وكل ما أخش بكورة يقعد يكسّر في اللعيبة بتاعتي، لعب مقرف. طيب عمومًا خسرنا الماتش ومش مشكلة كده، كده إحنا لسه في division 4 والماتش ب3 نقط، فلسه هنكسب الباقي ونعدّي ونوصل division 3. بس الصراحة بالنسبة للجيم بلاي أنا مش حاسس إن هو اتحسن، أنا حاسس إن هو بقى أسوأ، يعني الباصات اللي هو قال لك إن هي اللعيبة التمريرات عندها أرقامها عالية هتبقى باصاتها أحسن، ده بلح، بلح بجد. أديك شايف هو بيلعب أصلًا من جُم أسبوع والتمريرات بتاعته أحسن منّي بكتير، أنا تقريبًا 3 أجوان من ال4 دول كانوا غلطات من التمريرات اللي أنا باعملها بعيال، التمريرات عندهم أصلًا
80 و90. طيب يا رجاله انا الصراحه مش هطول في التجربه دي اكتر من كده، لان انا اصلا ما طلعليش عيال عدله كده من باكج نجوم الاسبوع، ما جاش بس غير ارناتوفيتش وجامافينجا بطلوع الروح. جامافينجا بالنسبه للارقام بتاعته هي متوازنه، بس في الملعب مش احسن حاجه، هو بس ممكن ماشي بيعرف يقف على الكوره ويعرف يلف كويس، بس فيزيكال مفيش، وانهاء هجمه طبعا مفيش، هتلاقي عنده بال60 وبال70 في ارقام مش موجوده. فانا شايف الصراحه ان هو لاعب سيء جدا كخط نص او كصانع العاب، لاعب سيء جدا. بالنسبه لارناتوفيتش واسلوب الدامي رانر ما حسيتوش خالص الصراحه في الماتش، ولا ان هو بيسحب اللعيبه ولا ان هو مهاجم كويس على الجون. بص اصلا ارقامه عامله ازاي، كلها سبعينات وثمانينات، ده مش لاعب نجوم اسبوع. طيب عموما كفايه صياحه لحد كده، ده لسه اول فيديو في الموسم الجديد لسه بيبدا بتحديث جديد، لسه هنجربها برضو اكتر، يمكن انا لسه ما عرفتش كده افهم كل حاجه فيها. وبالنسبه للفيديو ده كده فهو ده كل اللي كان معانا النهارده بالنسبه لتجربه لعيبه نجوم الاسبوع، وان شاء الله كده هيبقى معانا فيديو يوم الاحد او الاثنين اللي جايين، هيبقى فيهم طبعا تفتيح على باكج لويس سواريز البيج تايم، وفيديو تاني طبعا كده مثلا يوم الخميس او الجمعه اللي جايين هنجرب فيهم كده يوهان كرويف، علشان برضو كده نبقى جربناه لمده اسبوع كامل، نعرف كده اسلوبه كويس ولا لا. لان انا اصلا في العادي بلعب كده باسلوب اللونج بول كاونتر او الكويك كاونتر. البوزيشن جيم ده تقريبا عمري ما لعبت بيه غير مثلا 30 40 ماتش مش اكتر في 2021 و2020، بس برضه هنجيبه كده ونجربه علشان اقول لكم كده رايي عنه، هل هو مدرب كويس وتجيبه ولا لا. هو اصلا ب 500 كوين فمش حوار. وبس كده يا رجاله هو ده كل اللي كان معانا النهارده. انزل بس كده اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو جديد، وانت معدي كده برضه اكتب لنا كومنت تشجيع ولايك للفيديو وشيل لصاحبك يتفرج معاك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.